بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة الفيديو الثالث في بلاي ليست الأكسس ليست، والفيديو الثاني تحديدا في الستاندرد أكسس ليست. احنا الفيديو اللي فات أخدنا إيه؟ الفيديو اللي فات أخدنا النمبر ده أكسس ليست، النمبر دي ستاندرد، وإن أنا بكتب رقم من 1 ل 99 عشان الراوتر بتاعي يفهم إن دي ستاندرد أكسس ليست. والفيديو اللي فات انا اسف هو طول مني والله غصب عني، معلش، عشان فكره الوايلد كارد ماسك، وانا عارف انها ما اتشرحتش كويس، وان شاء الله انا هخليك بروفيشنال وايلد كارد ماسك، لان هو مكمل معانا طول البلاي ليست، فانا لازم اشرحه لك كويس. تمام. طيب، انا اديت الاي بيز دي للبي سيهات، واديت الانترفيس دي اي بي برضو، ويلا بينا. طيب، تعالى كده نراجع الاكسس ليست كانت بتتعمل ازاي. هنقول له اكسس ليست 10 يعني ستاندرد بيرميت. طب هنبرميت مين؟ احنا اتفقنا ان انا عندي ثلاث حاجات: يا اني اي حد، يا اما هوست يعني اي بي بعينه او بي سي بعينه، او مجموعه من الاجهزه. طيب انا عايز امنع اي بيين، خلاص هكتب بيرميت هوست 10 10 10 و10 10 11. ايه ده؟ ايه فايده الوايلد كارد ماسك بقى؟ ما انا كده ما استفدتش حاجه. طيب، تعال نعمل ايه الاتنين دول في خطوه واحده: 10 10 10 10. تعالى بقى تفهم. هنا بقى هيبان ليه الوايلد كارد ماسك مش عكس السبنت ماسك. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. بص، هقول له 0 دوت 0 دوت 0 دوت 1. تعال بقى نفهم دي واحدة واحدة. انا بقول له: عارف يا راوتر الاي بي اللي اوله 10؟ طبق عليه الرول، لازم يكون اوله 10 اكزاكت ماتش. طب وتاني اوكتت يبقى اكزاكت 10. طب تالت اوكتت يبقى اكزاكت 10 اللي هو ده. طب رابع اوكتت مش فارق معايا، بس مش فارق معايا كله، لا، مش فارق معايا اخر بيت فيه. هو الوان ده بيتكتب ازاي؟ اللي انا كنت كاتبه ده بيتكتب 7 اصفار، صح كده؟ واحد، 7 اصفار 1 بت. كام احتمال؟ 2. 2 اس 1 ب2، يبقى احتمالين، يبقى اي بيهين. يبقى هيبدأ من 10 دوت 10 و10 دوت 10. مش احنا قلنا اي بيهين؟ 10 دوت 10 و10 دوت 11. خد بالك، لان هو ممكن ما يبداش بالعشرة، وانا اكون كاتب الاي بي 10 بس ما يبداش من العشرة. وهقول لك ليه. هقول لك بقى قوه الوايلد كارد ماسك. فتعالى كده نعمل كده. اوكي، كده انا بقول له ايه؟ اول اوكتت لازم يكون متطابق، تاني اوكتت لازم يكون متطابق، تالت اوكتت لازم يكون متطابق، رابع اوكتت اخر بت مش فارقالي، يعني عادي. اخر بت دي اللي هي 1، اللي هي 0 يا 1، يعني احتمالين، يبقى 2 اي بي. طب هبدأ من انهي اي بي؟ يعني احنا قلنا اي بي هين، صح؟ هل اول اي بي عندي هيبقى 10.10؟ مش شرط. اول اي بي بيبدأ بيه هو رقم يقبل الاسم على الاتنين. ليه على الاتنين؟ مش احنا قلنا احتمالين؟ يبقى لازم يبدأ برقم يقبل الاسم على الاتنين. هو هنا صدفة العشرة بيقبل الاسم على الاتنين، فهيبدأ بيه، فهياخد العشرة والحداشر. واحدة واحدة هنعمل تاني وهنشتغل مع بعض. طيب، طبعا في implicit deny بتتكتب، فكده كده اوتوماتيكالي كل الكلام ده كده مش هيتسمح له. طيب احنا كده كريتنا الاكسس ليست، يلا نفعل الاكسس ليست. حاجتين: كريتة وتفعيل. تعالى كده نفعلها بقى. نخش على الانترفيس اللي اسمها جيج 0 على 0 على 0، وهقول له: عارفه الاكسس جروب اللي اسمها 10؟ طبقيها وهي داخله. ماشي. تعالى نشوف الراجل ده. الراجل ده كان بيبينج اهو. تعالى نعمل كده. اول باكت هتقع بس علشان الارض، وبعد كده التي تي ال هتظهر معانا. اوكي تمام. والراجل ده نفس الكلام، اول باكت هتقع علشان الارض ثم التي تي ال. دول اللي انا قلت عليهم ايه؟ بيرميت. تعال على الراجل ده بقى. الراجل ده كان بيبنج.
اول باكت هتقع، ثم destination host unreachable. شفت؟ انا بسطر واحد منعت دول، بسطر واحد منعت الاتنين، وبسطر واحد اقدر امنع 4 وامنع 8 وامنع 16. خد بالك من الارقام: 2 4 8 16 32 مضاعفات الرقم 2. تمام. طيب، بقول لك ايه، تعالى كده بالمرة نسمح لده اللي هو 10 دوت 12. فهقول له اكسس ليست اللي كانت رقمها 10 بيرميت هوست. عارف هوست دي؟ عارف هوست دي اللي هي بالظبط، همسح هوست دي كده، اللي هي كده 0.0.0.0. شفت بقى كلمة هوست؟ يعني انا هنا بقول له عارف الاي بي اللي اول اوكتت فيه 10 لازم يكون 10، وتاني اوكتت لازم يكون 10، تالت اوكتت لازم يكون 10 اكزاكت ماتش، واخر اوكتت برضو اكزاكت ماتش لازم يكون 12. فاحنا بدل ما كنا بنكتب 4 اصفار كده بنكتب ايه؟ هوست. خلاص هو الراوتر هيفهم ان هوست يعني اكزاكت ماتش. طيب، انتر. الراجل ده كده المفروض يبدأ يبنج، هو ما كانش بيبنج كده، المفروض يبدأ ايه؟ يبنج. حلو قوي الكلام ده. بعد كده قلت لا 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 لا، انا الراجل ده مش عاجبني. تعالى كده الاول دو شو اكسس ليست. الاكسس ليست اللي اسمها 10 اللي احنا عملناها فيها ايه؟ السطرين دول اللي احنا عملناهم. لا مش عاجبني الراجل ده، البيهيفيور بتاعه على الشبكة مش حلو، فانا همسحه. خلاص السطر بتاعه اللي هو ده، اللي هو الراجل ده، هكتب جنبه نو، احنا عارفين حاجة زي كده. خلاص احنا مسحناه. دو شو اكسس ليست. ايه ده؟ انا مسحت سطر، الاكسس ليست كلها اتمسحت. انا مسح الراجل ده، الاكسس ليست كلها اتمسحت. طب ليه؟ هي دي مشكلة النمبر ده اكسس ليست. انت مش عارف تموديفاي فيها، انت مش عارف تمسح سطر. تخيل انت كاتب مثلا 100 سطر، و100 سطر سيت اوف رولز، 100 رول على 100 بي سي مثلا ايا كان، وحبيت تمسح سطر فيهم او تموديفاي في سطر فيهم، هتمسح الاكسس ليست كلها وترجع تعيد تاني ال 100 سطر. ايه ده؟ فهنا بقى نبدأ نشتغل ايه؟ النيمد اكسس ليست، النيمد ستاندرد اكسس ليست. عشان كده قلت لك في اول فيديو خالص ان النيمد والنمبرد مش انواع اكسس ليست، هي طرق كتابة للاكسس ليست. تعالى بقى ايه، نمسح الاكسس ليست دي، هي كده كده اتمسحت اصلا. تعالى بقى نشتغل على النيمد اكسس ليست، ونشرح كمان شويه في الوايلد كارد ماسك، وهخليك بروفيشنال في الوايلد كارد ماسك ما تقلقش. زي ما قلت لك هو مطول معانا يعني. طيب، نكريت بقى النيمد اكسس ليست ازاي؟ اي بي اكسس ليست. بالراحه. في النمبرد انا كنت بكتب رقم والراوتر لوحده يفهم من الرقم ده انها ستاندرد او اكستندد. هنا لا، هنا لازم اقول له انها ستاندرد، ولازم اديها نيم، هسميها سيسكو. شوف دخلك جوه ايه؟ دخلي جوه config داش ستاندرد داش نتورك اي سي ال. ده معناه ايه؟ معناه ان انا بفتح صفحه، بديها اسم ونوعها، انتر عشان اخش جوه الصفحه عشان ابدا اكتب السيت اوف رولز. انا كده جبت ليست فاضيه اديتها اسم ونوع، هبدا بقى ايه؟ احط الرولز بتاعتي، احط السيت اوف رولز جوه. طب انت عاوز ايه؟ والله انا عاوز ابرميت. يلا بقى نلعب بالوالد كارد ماسك شويه بقى، خلاص احنا فهمنا النيمد. تعال بقى نلعب بالوالد كارد ماسك. هقول له بيرميت 10 دوت 10 دوت 10 دوت 10 0 دوت 0 دوت 0 دوت 3. اوكي، دوت 3 دي، دوت 3 كام احتمال؟ كام احتمال؟ تعرف كام احتمال؟ هقول لك. هي الدوت 3 دي بتتكتب ازاي؟ 6 صفار، 1 2 3 4 5 6 1 1، صح؟ يعني اخر 2 بيت انا مش عاوزهم، يبقى 2 اس 2 ب4، يبقى 4 اي بيهات. بس الستارت بتاعك فين؟ الستارت بتاعك هو رقم يقبل القسمة على الأربعة. هل العشرة بتقبل القسمة على الأربعة؟ لا، يبقى 12 غلط. لأن 10، أنا قلت الستارت أي بي،
هل 10 هيبقى من ضمن الاي بيات اللي اولها 12؟ لا. فبناخد اقل رقم. تاني انا عاوز المفروض دي تكون كده، صح؟ فانا بقول له ايه؟ بقول له عارف اول اوكتت اكزاكت ماتش، لازم يماتش. شفت تاني اوكتت لازم يماتش. تالت اوكتت كذلك. والله بقى اخر 4 اي بيهات مش فارقين لي. طب عرفت منين ان هم اخر 4 اي بيهات، او ان هم 4 اي بيهات؟ لان التلاتة دي بتتكتب 1 2 3 4 5 6 كده، صح؟ بتتكتب كده. دول كده كام احتمال؟ 1 1 اهم. 2 اس 2 ب4، 4 اي بيهات، لان دول 2 بت. مش كده؟ ركز معايا بقى، اعمل كوبايه شاي وتعالى لي. ما صح. 4 اي بيهات. الستارت اي بي بتاعي اللي هيبدا يطبق عليه البوليسي هو لازم يكون رقم، يبدا برقم يقبل الاسم على الاربعه. رقم يقبل الاسم على الاربعه. طب هل ال10 بتقبل الاسم على الاربعه؟ لا. فهنجيب الرقم الاقل من ال10 اللي هو كام؟ 8. ليه؟ عشان ليه ما بداتش من ال12؟ ما ال12 بتقبل الاسم على الاربعه، لانه لازم ينكلود ال10. لان لو بدات من ال12 يبقى 12 13 14 15. هل فيهم 10؟ يبقى انا كده مش هطبق الرول دي على 10. فانا لازم تبدا من 8. وتعالى هوريك. يبقى الستارت اي بي هو اقرب رقم للاي بي ده، اصغر اقرب رقم للاوكتت ده، يقبل الاسم على الاربعه لانهم 4 اي بي. اوكي، هنقول ده بيرميت. تعالى بقى اوريك. تعالى اوريك. احنا دي سميناها ايه؟ سيسكو. تعالى نخش على الانترفيس. اكزit كده. اوكي، اكزit انترفيس. جيج 0 على 0 على 0. اقول له عارف الاكسس جروب اللي اسمها سيسكو؟ هناك كنا بنقول رقمها، هنا هنقول له اسمها. الاكسس ليست حاجتين، بنكريت ونفعل. انتر. انا اسف ما كتبناش هي ان ولا اوت. اوكي، اكزit كده. تعال نشوف الراجل ده هيبنج ولا لا. الراجل ده هيبنج. طب الراجل ده هيبنج ولا لا؟ الراجل ده هيبنج. طب الراجل ده هيبنج ولا لا؟ الراجل ده مش هيبنج. طب بص عشان اثبت لك ان انا صح، لو غيرت الرقم ده ل8. اوكي، وتيجي هنا ونيجي نبنج، هيبنج. والله ما سحر. وعشان تعرف انه والله الوايلد كارد ماسك مش عكس السبنت ماسك، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. هما ممكن يقولوا ان هو عكس السبنت ماسك عشان بس تعرف تكتبه، بس غلط. انا هديك المعلومة وروح دور ورايا فيها، واديني بثبتها لك عملي. يبقى لما كتبنا 0.0.0.3 ده معناه اللي هي كده دوت 1 2 3 4 5 6 7 8. ده معناه كده، معناه ان انا عاوز اخر 4 اي بي. ليه 4 اي بي؟ لان هما التلاتة بتتكتب في 2 بت، في 2 بت 1 1، صح؟ 2 اس 2 ب4. الستارت اي بي بتاعك هو اقرب رقم للرقم اللي انت كاتبه، اقرب اصغر رقم للرقم اللي انت كاتبه يقبل الاسم على الاربعة اللي هو ده. طب مين اقرب اصغر رقم لل10 يقبل الاسم على الاربعة؟ هو ال8. هو ال8. تعالى نعمل واحدة تانية. بص، هقول له نو اي بي اكسس ليست اللي كانت ستاندرد وكانت اسمها سيسكو، ونخش تحت الانترفيس اللي اسمها جيج 0 على 0 على 0، واقول له نو اي بي اكسس جروب سيسكو ان. احنا كده رجعنا كل حاجة ايه زي ما كانت. اوكي، تعالى نعمل ايه. تعالى نوزع شوية ونكبر الوايلد كارد ماسك. هقول له اي بي. احنا هنعمل واحدة نيمد اي بي بتتكريت باي بي اكسس ليست.
النمبر ده بتكتب اكسس ليست بس. هنا بتكتب اي بي اكسس ليست وتديله نوعها وتديله اسمها، هسميها مجدي. انتر. اتفضل انت دخلت القايمه، عاوز ايه؟ دخلت جوه الليست، يلا اتفضل اكتب السيت اوف رولز بتاعتك. الله اكبر، الله اعظم. انا هوقف بس علشان الاذان. شكرا. تمام. رجعنا تاني. اي بي اكسس ليست ستاندرد مجدي. اوكي. عاوز ايه؟ تعالى كده نبرمت 10 10 10. اسف. دوت 10. تعالى كده نخليها كده دوت 7. خد بالك، خد بالك. في الوايلد كارد ماسك احنا بنشتغل على مضاعفات الرقم 2. يعني يا اي بي هين، يا 4، يا 8، يا 16، وهكذا. تمام. مضاعفات الرقم 4، مضاعفات الرقم 2. لان احنا هنا بنحسب ايه؟ احتمالات. بنحسب اي بي 2 اس. ف2 اس كده كده الناتج هيطلع مضاعفات الرقم 2. لازم تكون عارف دي. تمام. طيب 2 اس 7. اخر اوكتة 7 كام اي بي؟ خلاص بقى. بقى خلاص بقى بالنظر كده، بص 8 اي بيات خلصنا. دول 8 اي بيات. طيب هيبدأ منين؟ جاوب انت. الستارت اي بي اللي هيبدأ يحط عنده الرولز او يطبق عليه الرول دي هيبدأ من رقم كام؟ يلا. انا غششتك اهو. 8 اي بيات. يلا غايبا اهو. معلش انا اسف. آه، اقرب اصغر رقم للرقم ده اللي انت كاتبه يقبل الاسم على 8. احنا بس ايه، واحده واحده. طبعا يقبل الاسم على 8، هو المفروض اقول لك يقبل الاسم على الاثنين. بس لو قلت يقبل الاسم على الاثنين، ال10 بتقبل الاسم على الاثنين. فانت هتقول ان الستارت اي بي 10. الستارت اي بي مش 10، الستارت اي بي هيبقى 8. طب هيبقى كام؟ هيبقى 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. تمام. فكده المفروض ان النتورك دي كلها يتطبق عليها. تعال نخلص ده كده. هقول لك حاجه حلوه. الغي ده. تعال نخلي ده 20. تعال نخلي ده 20 اهو. 20. اوكي. تعال نخش على الراجل ده ونقول له ايه؟ انتر. اكزit. طبعا في امبليسيت ديناي. اخش على الانترفيس اللي اسمها جيج 0 على 0 على 0. هقول لها عارفه الاكسس جروب اللي اسمها مجدي؟ طبقيها وهي جايه لك ان. اوكي. كده المفروض ان الراجل ده هيبنج عادي جدا، وان الراجل ده كمان هيبنج عادي جدا، وكمان الراجل ده هيبنج عالي جدا عادي جدا. اول باكت بس هتقع علشان الارب، ثم البنج هيشتغل. حلو. احنا ده خلينا 1.20. ده بره الرينج اللي احنا اتفقنا عليه. احنا قلنا 8 اي بيهات. هنبدا ستارت اي بي بتاعنا هيبقى 10.8، و8 اي بيهات هيقف عند 10.15. احنا ادينا للراجل ده 10.20. تعالى كده. الراجل ده مش هيبنج. شفت؟ فهمت الوايلد كارد ماسك؟ فهمت انه مش عكس السبنت ماسك؟ تمام. آه، انا مش عاوز اطول الفيديو كده، كفايه 18 دقيقه. احنا كل كلامنا المره دي النيمد اكسس ليست هي مش معضله زي ما انت شفت. ان احنا النيمد اكسس ليست انا لازم اديها نوع واديها اسم. بس هو ده الفرق الوحيد. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى عن الاكستندد اكسس ليست، وهنعيش بقى شويه مع الاكستندد اكسس ليست. لان احنا هنحدد فيما بعد سورس وديستنيشن وبورت، ويطلع يعمل ايه وما يعملش ايه، ويكلم مين وما يكلمش مين. فشكرا ليك. ودايما تكون عارف وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ذاكر كويس. أشوفك الفيديو الجاي. شكرا ليك، وآسف لو طولت غصب عني. شكرا والسلام عليكم.